قبل ما نبدأ لازم تعرف إن القصة دي حقيقية وما فيهاش شك بنسبة 1%. اكسبلور وصلي على النبي ونبدأ. القصة دي حصلت في باريس تحديدا في سنة 1867. بلانش مونيه بنت في سن المراهقة كانت معجبة بشاب شغله كان محامي، وأول ما البنت دي أعجبت بيه صرحته وارتبطت، وبعد فترة قصيرة البنت قررت إنها تقول لأمها علشان تبقى العلاقة رسمية. وأول ما قالت لأمها، أمها رفضت رفض تام وكانت متضايقة من الحوار، اللي هو جواز إيه وارتباط إيه يا بنتي، هو في بنات بتتجوز دلوقتي؟ وبلانش كانت من نوع الرومانسي العاطفي جدا، من الشخصيات اللي هي حنينة تقدر تقول عليها كده إيه، مكحونة. ومع الرفض التام بتاع أمها قررت تحبس بنتها في اوضتها من غير نزول او اي حاجه. اتحبست في الاوضه فتره كبيره على امل ان هي تنسى الشاب اللي كانت بتحبه، وشهر او شهرين امها تطلعها. وفي وقت الحبسه كانت في البيت، كانت كل ما تشوف امها تقول لها وتلح عليها ان هي بتحبه، وكانت بتتحايل عليها كتير. ونفس المحايله ديت راحت برضه لاخوها وكانت بتتحايل علشان تقنعه برضه، بس اخوها بنفس الوضع رفض رفض تام، والاتنين كانوا رافضين الشاب ده ليه محدش عارف. ومع الوقت الوضع اتطور، كان في اثار عنف وضرب على جسم بلانش. وبعدها بفتره بلانش ما استحملتش وقررت تعمل زي الافلام والروايات، ان هي تهرب هي وحبيبها ويعيشوا في حته بعيده. تاني يوم اختفت بلانش وما بقاش ليها اي اثر في البيت، وامها واخوها بلغوا الشرطه وتم التحقيق في الموضوع، وكل محاولات البحث بقت عنها بالفشل. والشك ما كانش غير على شخص واحد اللي هو المحامي حبيبها. وبالنسبه لشغله في الوقت ده كان ليه مكانه كبيره في البلد، وتحديدا في الوقت ده كان بيتعمل لهم 1000 حساب. ومع التحقيق معاه سالوه تعرف ايه عن بلانش او راحت فين او اخر مره شفتها وامتى، وكانت اجابته عباره عن لا وما اعرفش. وكان بيرد بكل برود تام، وكان واثق من اجابته جدا ان هو ما يعرفش عنها اي حاجه. والقضيه بقت بارده على كده، ولسه ما لقوش بلانش ولا لقوا اي اثر ليها. عدت سنة واثنين وثلاثة لحد ما عدى 25 سنة البنت مختفية وملهاش أي أثر. وتحديدا سنة 1901 بعد تحقيق وبحث عنها لقوا بلانش، بس لقوها محبوسة في أوضة صغيرة، وكان جسمها ضعيف جدا، كانت جلد على عظم، ووصل وزنها من 25 ل 30 كيلو. كان منظرها مرعب لدرجة إن هم ما كانوش مصدقين إن هي دي بلانش أصلا. والصدمة المرعبة اللي حصلت إن هم لقوها في قبو البيت بتاع أمها لمدة 25 سنة، يعني ربع قرن محبوسة. واللي شارك في اللي حصل ده أمها وابنها. تم اعتقال الأم لمدة شهر قبل الحكم عليها، وماتت في السجن قبل الحكم عليها بسبب أزمة قلبية. وأخو بلانش تم الحكم عليه ب 15 سنة سجن. بلانش خرجت من الحبسة دي في الخمسينات من عمرها، مع هلوسة، مع فقدان في الذاكرة، مع ضعف في جسمها بطريقة غير عادية. المحققين قالوا عليها جلد على عظم بسبب منظرها، وحياتها ضاعت بسبب عيلتها. المفروض عيلتها تكون سبب الراحة. المصادر في أول كومنت. لايك وفولو روش واعمل كومنت فرفوش وشير للفيديو على قد ما تقدر. عندك كورونا ما تاكلش وهتخف، عندك برد ما تاكلش وهتخف، واخد طلقه في رجلك ما تاكلش وهتخف، انت هتخف وهتبقى تمام بس اوعى تاكل. اكسبلور وصلي على النبي. ليندا هازارد دكتوره في واشنطن قتلت المرضى بتوعها عن طريق اقناعهم ان هم لو جاعوا هيخفوا، فكانت بتعالجهم عن طريق الجوع، وكانت بتقول ان هم هيخفوا لو صاموا او امتنعوا عن الاكل. والكلام ده بيحصل لمده اشهر، الجسم هيتخلص من السموم وهيخفوا من الامراض دي. خلصت روحك يا بعيده. والطريقه دي قتلت 12 مريض، والمفروض يكون المريض عنده عقل ويعرف ان ده غلط، بس للاسف دي دكتوره، يعني الكلام طلع متوثق بالعلامه الزرقاء، ما ينفعش تراجع وراه. وكان هيتم محاكمتها بس تمت تبرئتها علشان هي ما اجبرتهمش على كده، هي يا دوبك نصحتهم. كتر خير امك بصراحه. وبعدها سابت المستشفى اللي كانت فيها علشان سمعتها، وسابت واشنطن ورجعت واشنطن تاني بعدها بفترة، بس المرة دي بقى ايه، رجعت بقوة. فتحت مصحة علاجية جديدة وكان اسمها مدرسة الصحة. وفضلت ليندا تمارس عادتها على المرضى، وكانت بتشغل ممرضين تحت ايديها يشتغلوا بنفس الطريقة، طريقة الصيام. تخيل ممرضة ودارسة ومتخرجة وتيجي دكتورة مخها ضارب تبوظ كل ده. وكان علاجها في مدرسة المصحة بالصيام، الصيام فقط، يعني ما فيش ريف ولا كيلوكومب ولا حتى البوس، هو صوم وهتخف. ومن بعد ما نجحت في طريقتها في العلاج موتت ناس كتير بسبب طريقتها الهايلة ديت في العلاج. الاهالي وسكان مدينة واشنطن جمعوا نفسهم وحرقوا المجمع الطبي بتاعها، والكلام ده تحديدا في سنة 1935. وساعتها طلعت ليندا هازارد وقالت بكل اسف وبكل بؤس ان هم اعداء النجاح، وان هي انثى ضعيفه وعايشين في مجتمع ذكوري. هي ما قالتش مجتمع ذكوري، بس انا قلت اروح معاها الصراحه، الست شقيانه برضه. وحاولت تفتح بعدها عياده تانية علشان تثبت طريقه علاجها بس ما عرفتش. وفي سنه 1938 ماتت ليندا هازارد من الجوع بالصيام علشان تثبت ان نظريتها صحيحه. فين جائزه نوبل يشوفوا الهاني ليندا؟ لا كفول يا اخوات وكل رجال المزور. حالة غريبة من قاتل غريب كان بيقتل ضحاياه علشان بيعرفوا كسبته، وده خلى الأخصائيين النفسيين يحتاروا في تصنيفه. ومن الضحايا اللي راحوا كانت عيلته بالكامل علشان اكتشفوا كسبته. اكسبلور وصلى على النبي ونبدأ. جين كلود في سن طفولته كان بيدرس، وكان حلمه انه يبقى دكتور وعنده شغف لده. واول ما خلص ثانويه قدم في الجامعه الطبيه والامور كانت تمام، والمفروض يخلص ويتخرج ويبقى دكتور. لا، جين ما عملش كده. جين نجح في سنه اولى وجه في سنه ثانيه وسقط في اخر ماده اللي هي وظائف الاعضاء بسبب انه كان نايم، وظبط
وظبط المنبه ومصحيش. عاد سنة تانية 11 مرة من سنة 1975 لسنة 1986 وبرضه ما نجح، وده خلاه يقعد في سكن الحرم الجامعي وما بقاش يحضر محاضرات الجامعة، وكان مقضيها قراية مجلات وفرجة على التلفزيون، وده خلاه يزيد 20 كيلو بسبب نقص النشاط والحركة والوجبات السريعة. ولما اتخرج او من الاخر كده لما زايف شهادة التخرج ورجع لابوه وامه قال لهم انا اتخرجت، وراح اتجوز دكتورة صيدلية كان بيحبها، وفي الفترة دي اشتغل في منظمة الصحة العالمية، وهناك كان بيسرق أدوية الأورام السرطانية وبيبيعها مقابل أسعار عالية جدا في السوق السوداء. في نفس الوقت ده كلهم ابتدوا يشكوا فيه بسبب فلوسه اللي كترت وكمية حواراته. ده قال لهم ان هو لف العالم كله، كان بيروح المكتبه يقرا كتب عن المدن اللي سافرها في دماغه علشان لما حد يساله ما يبانش انه كذاب. واول واحده اكتشفته كانت مراته فلورنسا، وقتلها بمضرب المعجنات عن طريق ضربه في راسها ادت لنزيف داخلي وماتت. وبعدها حط مراته في اوضه وقفل عليها، وولاده الاثنين كانوا بيتفرجوا على التلفزيون فندى عليهم وراح غرفه النوم اللي كان قاعد فيها وضرب على ولاده النار ومات. وبعد ما خلص راح لامه علشان يتغدى، وبعد ما اتغدى قتلها بطلقه في صدرها وقتل ابوه بطلقتين في ظهره، حتى كلب امه ما رحموش وقتله. كل ده علشان ما رشدش عنه. وبعدها رجع بيته تاني، خد كميه كبيره من علاج منتهي الصلاحيه، وده عقار مهدئ للاعصاب على امل ان هو يموت، وولع في البيت على اساس انه يكون حريق عادي وادى لموتهم، ويكون مات مع الناس اللي بيحبوهم. ميكس الحكوم تحس ان مخك صغير، موتهم ليه طالما بتحبهم، وهتموت معاهم ليه طالما موتهم؟ ما كنت مت لوحدك يا جدع. وللاسف كل اللي مخطط له باظ، ولما الجيران لقوا النار مولعه في البيت كله اتصلوا بالمطافي ولحقت البيت من الحريق قبل ما النار تمسك فيه، ولحقوا جان كلوت واتنقل لمستشفى علشان يفوق من الغيبوبه. والمطاف والشرطه جم في نفس الوقت علشان المطاف تطفي النار والمحققين يشوفوا شغلهم. ولما طفوا النار لقوا اثار ضرب على راس فلورنسا مرات جان واثار الرصاص على اولاده، فالمحققين افتكروا ان اللي حصل ده جريمه انتقام بس، وشالوا جان من التفكير ومن الحسبه نهائي. بس حطوه في التحقيق لسبب واحد، ان جان رب الاسره وما فيهوش خربوش، هو بس كان بيفوق من العلاج الاكسباري اللي واخده. واول ما فهم من الغيبوبه حققوا معاه، والتحقيق ما خدش وقت لسبب واحد، انه راح قتل ابو زوجته فلورنسا اللي هو حماه، وده في حته ثانيه خالص وفي بيت تاني، فما كانش فيه غير جان هو اللي ادى الجريمه دي، وشالوا توقع جريمه الانتقام. ومع التحقيق معاه اعترف ان هو قتلهم، وجابوا 4 دكاتره نفسيين علشان يفهموا سبب سلوكه ايه او ايه اللي حصل ده وازاي وليه. وفي الاخر اكتشف ان هو عنده اضطراب الشخصيه المصاحب للاضطراب الاكتئابي المستمر. يلا وكل ده مرض، وفي النهايه تم الحكم عليه بالمؤبد. دمر عيله كامله وموت ابوه وامه وموت ولاده اللي هم برضه العيله الكامله، كل ده بسبب الكذب. الله يكفر يا اخواتي كل اللي جاي المزار. وحش جبال الانديز بيدرو لوبيز، ده مش إفيه، هو اسمه كده بيدرو لوبيز، من اكتر السفاحين والقتلة المتسلسلين شهرة، وده مش علشان تفوقه في الشغلانه، لا علشان ابشعهم قسوه ووحشيه. اكسبلور وصلى على النبي ونبي. يعتبر بيدرو لوبيز من اكتر السفاحين والقتلة المتسلسلين بشاعه، والخبراء وصفوا بيدرو لوبيز بانه اكتر قاتل متسلسل متوحش في تاريخ البشريه كلها، ومعروف برضه باسم وحش جبال الانديز، واسم مرتبط ب 300 جريمه قتل واغتصاب. وكان بيوفر، يعني اللي كان بيقتلها بيغتصبها، واللي بيغتصبها بيقتلها. قاتل ناجح ما بيضيعش وقت. اتفوق على اشكالك الشيخ. وجرايمه كلها كانت في كولومبيا وبيرو والاكوادور، واللي كان بيحصل انه كان بيراقب البنات الصغيره اللي بيروحوا السوق مع امهم، وكان بيستنى وقت طويل جدا لحد ما ام الضحيه تنشغل بحاجه في السوق او تنسى بنتها او تروح في غفله، وبيخطف الضحيه وبيغتصبها وبيقتلها، وكل ده في عز النهار. وكان بيضحك على الضحايا ويخدعهم بالهدايا وياخدهم لمكان منعزل ما فيهوش حد. واول ما بيوصلوا المكان المنعزل ده طريقته بتتغير في الكلام واسلوبه بيتغير، وبيبتدي يعتدي على الضحيه ويخنقها حتى الموت. بعدين بيتم الاغتصاب، وبعد ما غرضه يخلص بيرمي الضحيه في الابار الضحله او المجاري. وفي التحقيقات أدان بقتل 110 بنت في الاكوادور بس، واعترف انه ارتكب 240 جريمه قتل في كولومبيا وبيرو. واسمه بالكامل بيدرو ألينسو لوبيز، والاسم اللي اتشهر بيه وحش جبال الانديز. وفي التحقيقات اعترف انه قتل اكتر من 350 بنت قاصره في كولومبيا وبيرو والاكوادور. والغريب ان تم القبض عليه سنه 1980 في كولومبيا، واول ما اتقبض عليه ما خدش حكم، لا اتحقق معاه، وبعدين طلع على المركز الطبي النفسي الكولومبي وقعد هناك علشان يتعالج. ومن بعدها اختفى من المركز وتم البحث عنه، لانه من اكتر القتلة متسلسلين بشاعة. وفي نفس الوقت اللي عايش فيه وما تمش اعتقاله بسنة 1998 اختفى بيدرو لوبيز ومحدش عرف عنه حاجة. تخيل قاتل متسلسل عقوبته يقعد في المركز الطبي يتعالج، غالبا ما تكيفش من العقوبة فهرب.